به الشرفاء. وبعد، أيها الجمع الكريم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نرحب بفضيلة الشيخ طاهر دروي حفظه الله، وهو سيلقي علينا كلمة كيف نستعد لرمضان، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكركم على هذا الحضور وعلى هذه الاهتمامات التي تصدر من وجوهكم ومن حضوركم ومن التزامكم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب لنا ولكم هذه اللحظات في ميزان الحسنات، وأن يرفع بها الدرجات، وأن يقدم الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم للإخوة الذين قاموا على هذا الأيام المباركة والدورة التي فيها أيام من أجل إرشادكم ومصالحكم، وهم ما فعلوا هذا إلا اعتناء بكم وحرصا على الهداية والإرشاد، استقبالا لشهر عظيم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر. إخواني الكرام، الدين الذي ندينه نحن هو الإسلام. هذا الدين ما يقبلش مجاملات، لا يقبل مجاملات، يقبل صراحة، يقبل أن الإنسان يتحط مباشرة وجها لوجه مع نصوص الكتاب والسنة، يعالج نفسه بالوحي. ربي سبحانه وتعالى قال: وننزل من القرآن، كي يقول ما ننزل من القرآن يدخل معاه الوحي اللي هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. مش كل الناس ينتفعوا بالقرآن، كاين بعض الناس اللي قلبه مريض، هذاك يزيد يهرب يروح يتقرأ عليه القرآن، ولا يجيه رمضان ولا يزيد غير يفسد إفساد على إفساد. ولهذا احنا اليوم نحتاج إلى نظرة صحيحة دقيقة نعالج بها أنفسنا، نصحح بها الخطأ اللي راه موجود فينا، ونصارحوا أنفسنا بكل صراحة. ما كان له نزيدوا في الكلام ولا نقصوا، ولا بكل صراحة. هنا اليوم سنتكلم على موضوع مهم جدا. هذا الموضوع يحتاج هذا المتكلم قبل أن يحتاجه أو يعتني به السامع. نحن بحاجة إلى رمضان. أول حاجة قبل ما نتكلم عن الخطوات التي نستفيد بها من رمضان القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، لازم أننا نذكر واحد النقطتين بين يدي هذا الموضوع. وهذا الزوج النقاط هذوما مهمين بزاف باش نقدروا نبدلوا واحد الروتين راه ماشي فينا، ما خلاناش نتبدلوا. الحاجة الأولى واش هي؟ الحاجة الأولى اللي راح نتكلموا عليها في نقاط أخرى، وهي أن ما هو الأصل في رمضان. رمضان كاين حاجة ربي دارها في رمضان. خلينا من المقاصد نتاع رمضان ماش نتكلموا عليهم دركا، نتكلموا عليهم بعد. ولكن رمضان هو عبارة عن محطة وقود يتزود منها الإنسان في حياته وفي دربه. الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض وجعل السنة 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بدل، ما هوش نفس الأشهر، ماشي الأيام نتاعك كامل كيف. أنت ما تقبلش أنها الأيام كامل كيف. كل يوم نفسه فوتوكوبي تاع اليوم الآخر. لا، كاين يوم يبدلك، كاين يوم يغيرك، كاين يوم يذكرك. ولذلك احنا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام قال ربي وذكرهم بأيام الله. أول نقطة لازم نديروا في بالنا بأن رمضان هو عبارة عن نقطة تغيير. هذاك التغيير راح نتكلموا عليهم بعد واش معناتها التغيير. هذه الأولى كي نفهموا هذه الفهمة، من بعد نروحوا لفهمة واحدة أخرى واش هي. نطرحوا سؤال، كي يقول لي واحد صح رمضان لابد أن نتغير فيه، لأنه ربي وش قال؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هكذا معناتها راه ربي دارنا رمضان باش نولوا متقين. معناتها أنا كي ندخل في النهار الأول نخرج 30 يوم تاع رمضان نخرج إنسان واحد آخر.
تبدلت، لازم نكون تبدلت. كي نتبدل انا ويتبدل هذا وهذا وهذا، على الاقل على الاقل على الاقل يتبدلوا 50% من الامه، من الشعب هذا 50% يتبدلوا شويه، ماشي 100%. بالك واحد فيهم كان يدخن حبس الدخان، كان واحد عاصي والديه الحمد لله وتسامح معاهم في العيد هذا، كل واحد كيفاه. كان واحد ياكل الحرام حبس، كان واحد يتناول المخدرات حبس، واحد ما كانش يصلي ولا يصلي، ويدخلوا الناس ويتعاونوا، بعد عاودوا نخرجوا في رمضان نكونوا تبدلنا. السؤال المطروح، احنا رانا نتبدلوا؟ مش تبدلوا، رانا نزيدوا نهبلوا. سما يلحق رمضان رانا نزيدوا نهبلوا، يخرج رمضان نزيدوا. علاه؟ نقول لك علاه، لاننا ما راناش نتناولوا الدواء كما عطاهنا الله. انت لو كنت تدي الاردونوس هذيك تروح تشري دواء عند الطبيب وما تشربوش كما قال لك الطبيب، ما تبراش الدواء عندك، ما تبراش. احنا امه القران، القران يقولنا عليه شفاء ورحمه، ما دواناش القران. المشكل في القران، المشكل فينا احنا ما عرفناش نشربوا الدواء، ماناش عارفين نشربوا الدواء. القران هذا ماهوش تاع غنى، القران هذا ماهوش تاع تزيين اصوات برك، هذيك تزيين الصوت من اجل ان يصل الى القلب. لانه انا كي نسمع القران باش توصله للقلب يزين لي شويه صوتك هكذايا باش يلحق القلبي. ربي راه ينتظر منك ان القران يغير قلبك، ماشي باش يطرب اذنك. فلذلك الان لازم نعاود ننظروا الى تصحيح، الى نظره دقيقه ونظره عميقه، مثل نظره الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه الى النصوص اللي عندها علاقه برمضان. كل عام، اسمعني مليح، كل عام واحنا ملي كنا صغار وإحنا نسمعوا ندخلوا للمسجد ويجينا الإمام باينة راح يتكلمنا على رمضان، وراح يقولنا أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران، ولو أنه هذا حديث ضعيف. ومن بعدها يقولون رمضان تصفت فيه الشياطين على بالنا بها، تفتح فيها أبواب الجنة على بالنا بها، تفتح فيها أبواب السماء على بالنا بها، يستجاب فيها الدعاء على بالنا بها. من قام رمضان إيمانا واحتسابا على بالنا بها، من صام رمضان إيمانا واحتسابا على بالنا بها، من قام ليلة القدر على بالنا بها، ليلة القدر خير من 1000 شهر على بالنا بها. تبدلنا؟ ما تبدلناش. ولينا أي إمام دوك الجمعة كاملة على بالنا واش راح يهدر وخلاص. وهذه وش هي؟ هذه تتشبه القول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. لازم تعود تصحح النظرة تاعك للكتاب الله، نظرة عميقة مليح. ربي واش راهو يريد منك من هذاك الكلام هذاك؟ ماشي كلام هكذا خلاص اللي عنده اللي يدير هذيك عنده اللي يدير هذيك عنده، لا ماشي هكذاك. لازم نشوف ربي واش يحوس من عندي في رمضان، انا واش نحتاج في رمضان. هذوك النصوص اللي كنا نسمعوهم لازم نعاودوا نبدلوا النظرة تاعهم كي نقراو، ماشي نبدلوا معناتها نجيبوا حاجة جديدة. ماناش حداثيين احنا لازم نبدلوا النظرة، ما نعطوش هذيك الروتين نقراو برك على الناس الاحاديث والايات، والناس حفظت هذيك الاحاديث والايات ومن بعد يروحوا يلعبوا الدومين في رمضان. ماشي هكذاك. رمضان باش نستفادوا منه لازم اول حاجه يا اخواني الكرام، اول حاجه في رمضان ما هي؟ اننا نعاودوا نصحوا مفهوم الحياه عندنا، نصحوا مفهوم الحياه الدنيا ومقصود الوجود نتاعنا في الارض هذه وشنو هو. علاش راك هنا انت؟ كي نبداو منها النقطه هذه هي نقطه الاصلاح. أول حاجة باش نستفادوا من رمضان ونستفادوا من الأيام تاعنا كلها كاين ناس صالحين تاع الصح، من اللي ينوض صباح لليل وهو يخدم على اليوم الآخر. شوف الخدمة تاعو في الجامعة في المدرسة وين يروح، عنده أتولي يخدم صنايعي يسودي ميكانيسيا، وين كان دائما في سبيل الله، هو يسترزق أو يخدم صح في سبيل الله. لعلاه؟ لانه عايش للحياه الاخره. انت غير تبدل نيتك برك، خليك كيما راك، خليك ما تحبسش الخدمه تاعك، ما تحبسش الحياه نتاعك، ما ترميش ولادك، ما ترميش خليك كيما راك، خليك اب، خليك انسان راح تتزوج، حاب تتزوج كمل في حياتك، كمل عادي. فقط بدل الهدف تاعك، رميه شويه لبعيد عند الله عز وجل يوم القيامه. الناس اليوم وسمحوا لي على الكلمه هذه، لأن هذه الكلمة يقولها علماء التربية. وش يقول لك اليوم الناس لا تقصر، يعني الأهداف نتاعهم عن الأهداف البهيمية. وش معناتها الأهداف الحيوانية؟ الأهداف الحيوانية هي الأهداف التي نشترك فيها نحن والبهائم. ماشي معناتها احنا بهائم، لا، احنا والبهيمة عندنا أمور مشتركة مع بعض، ندخلوا كامل تحت مسمى الحيوان. الإنسان حيوان ناطق وهما حيوان ماشي ناطق. الإنسان حيوان يعقل، احنا ما هما حيوان ما يعقلش، هذا ما كان.
فالآن احنا ربي ميزنا على البهيمة ويبواش، ميزنا عليها بالعقل، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. إذا دوك البهيمة تجيب أولاد ودير أسرة وتجيب أولاد، وأنت تجيب أولاد ودير أسرة. إذا الهدف تاعك هذا ماشي هذا هو الهدف تاعك، راك مازلك الآن تشترك مع البهيمة. الآن الهدف تاع البهيمة أنها تأكل مليح، تشرب مليح، وتمشي مليح. أنت تحب كي تقول لي أنا الهدف تاعي في الحياة نحب نلبس مليح، نأكل مليح، نشرب مليح، مازال الهدف تاع بهيمة. الآن أنا حابك أنايا الهدف تاعك يتميز على البهيمة. لما أنت تجيب واحد الحقيقة ترفدها، تخرجها، كنت مخبيها وتحطها فوق الطابلة وتتعامل معاها كما نقولوا احنا بين قوسين إن صح التعبير كارت سور طابل، يعني تخرجها هكذا للعيان، وهي حقيقة الموت. أنك أنت إنسان خلقك الله تبارك وتعالى لتعيش فترة معينة، الله أعلم بهذيك الفترة. ممكن في 10 سنين يديك، ممكن في 20 سنة تروح، وممكن في 30، ممكن 40، ممكن 50، وممكن عام. وإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ 2 سنين، أداها الله سبحانه وتعالى من دون علة ومن دين سابق إنذار. يعني في أي لحظة تقدر تروح. رأس مالك الوحيد اللي يعطيه لك الله هو عقلك ووقتك. عندك عقل تفكر به، دائما يخاطبك القرآن لعلكم تعقلون، لعلهم يعقلون، لعلهم يتفكرون، لعلكم تذكرون. يعني أو يقول لنا القرآن انتبهوا انتبهوا، ما تمشيش هكذاك برك. يعني وكانوا يقولنا عندك عقل. على هذيك ربي حرم علينا المخدرات. علاه؟ ربي يقول لك أن 24 ساعة ل 24 ساعة يسحق عقلك حاضر، ما يغيبش العقل دقيقة، ما يغيبهاش. ممنوع السكر، ممنوع المخدرات، ممنوع أي حاجة تغيب لك عقلك، لأن ربي طلب من عبده أن يكون عقله حاضرا 24 ساعة ل 24 ساعة. احنا رانا بعقولنا رانا خاربينها، كي نزيدوا نبحروا عقولنا وين نروحوا بعد؟ يولي الإنسان أدنى من البهيمة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك اليوم أول حاجة تحب تسقم بها نفسك، مازال ما لحقناش رمضان، مازال درك نسقموا روحنا. اللي ما كش تسقم روحك درك ما تسقمش في رمضان. وانا دائما نقول للناس ما نستناش الجمعه، تقوليش انا نستنى الجمعه باش ندوش ونتوب. الا كان صح قلبك حرق وعقلك فطن ودخلك النور في صدرك، فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام. في الحين ينوض الانسان، في الحين ينوض يروح يغتسل ويتوضا ويصلي، يقول درك نصلي، لانه ما يدري هو لا يلحق الجمعه ولا يلحق رمضان، ما نعرف راح يلحق الانسان. ونحن نعرف أناسا والله الذي لا إله غيره، غير تابوا في صلاة العصر، والله غير صلوا العشاء وماتوا، والله غير صلوا 3 صلوات في حياتهم وتوبوا توبة نصوحة حقيقة، دخلوا الإسلام وكانوا كفار في العصر هذاك، في العصر وكأنه واحد قال لهم روحوا توبوا. في العصر تابوا دخلوا في الإسلام، صلوا العصر، المغرب، العشاء، جاء ملك الموت. يعني انت ما تدريش كامل ايش راح تصلي. ولهذا لا رانا نستناو حتى رمضان باش نتسقموا. باش نتسقموا اول حاجه لازم تصحيح، لازم يكون من الذات الان لازم مسارعه مباشره. الان اول حاجه تستحضرها انت في نفسك، انا علاها راني في الحياه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وش معناتها يعبدون؟ معناتها يعرفوني من انا ربهم الذي خلقتهم وصورتهم وبرأتهم وأملك رزقهم وتدبيرهم وأمرهم ومستقبلهم، والملك ملك الله، وأنت عبد لله، وخلقك في المملكة نتاعو وعايش تحته برزقه وخيراته ومنه وكرمه، ولا حركة لك ولا سكون إلا بإذنه. وهو الذي أمرك، قال لك أنت الآن كانت عندك واحد القصة قديمة تاع أبوك آدم، خلق الله سبحانه وتعالى في الجنة، فجاه الشيطان اغواه، اكل من الشجره، خرج من الجنه. كان من المفروض اننا احنا كامل رانا زايدين في الجنه. كي قدر الله سبحانه وتعالى هذا الشيء صرا لادم عليه السلام، احنا الان هبطنا، ربي قال هبطوا بعضكم لبعض عدو، وتبدل القانون كامل، تبدل هذيك كلا منها رغدا حيث شئتما، وكلش حلال في الجنه راحت، بدل لنا هنايا قالنا من اتبع هدايا فلا يذل ولا يشقى. فالان ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. يعني اللي يأمن بالله عز وجل ويعمل صالحا ندخلوا الجنات تجري من تحتها الأنهار. وخلق الله بعد ذلك النار. قالوا والناس ما دام كان إبليس قال لهم لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، قالوا هذا فمن تبعك منهم فإن جهنم هذه كامل راهي مصيرهم يروحوا لها. فالآن ولا قانون واحد آخر،
رانا احنا في الدنيا هذه العب كل ما شئت، عاشر من شئت، افعل ما شئت، ويوم القيامة كاين حساب. أنت لما تؤمن بهذاك الحساب واش دير؟ تولي تخاف من الله، تقول كاين حساب، كاين اليوم الآخر، كاين موت، كاين نهاية تاع الحياة. إذا أنا مهما ظلمت، مهما طغيت، مهما تركت الصلاة، مهما عصيت الله عز وجل، كاين يوم سأقف فيه بين يدي الله تبارك وتعالى، ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. الآن كل نفس رايحة تروح عند ربي سبحانه وتعالى وتحاسب. أنت لما تعرف الحكاية هذه وش تدير؟ تتوقف وتعود تحوس على شيء مهم، وهو تسأل سؤال: ما هو طريق الصلاح؟ ما هو طريق الفلاح؟ ما هو طريق الفساد والخسران؟ ربي سبحانه وتعالى رسم لك الحياة هذه، قال لك ربي عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنت وش تدير؟ تقول قد أفلح من زكاها، إذا أنا لازم دوكا نقي نفسي ونزكيها ونطهرها. وقد خاب من دساها، وش معناتها دساها؟ يدس يعني يكاموفلي على روحه، يغطي الشمس بالغربال، يكاموفلي على روحه، يقول الحمد لله احنا ماناش حارقين الجوامع، الحمد لله الصلاة اللي يصليها في وقتها. هو خاربها بالأفلام واتباع المباريات، ويدير هذه وماكل اموال الناس، والحمد لله انا حاجين معتمرين صوموا رمضان، الحمد لله صلاه في المسجد ما شاء الله الحمد لله، والذنوب لك دايرها والمصايب لك عاملها هذيك، ماكش عادي. ما تدسش على نفسك، خرج كلش بينك وبين نفسك. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزن. هذه الصراحه لما تكون تحطها مع روحك تبدا تمشي تصلح روحك، تولي كل يوم يجيك الا وتستثمره، موش رمضان برك، مش غير رمضان فقط. ثم بعد ذلك لما نعرف أنفسنا لماذا نحن موجودون في الأرض، تم نولوا نحوسوا على الطريق والراهي، نبدا نحوسوا الطريق والراهي. دوكا أنا حابين نسلكوا روحتنا والراهي الخرجة، فلما نشوفوا المخرج والراه نبحثوا عليه نلقاوه في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نروحوا لحاجة أخرى، ما هي؟ الآن أنا شفت حياتي، لقيت أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 و70. هي إنسان يفوت شباب كله له لعب. الأوقات نقضي اليوم أكثر من 8 ساعات، أكثر من ثلث أعمارنا تروح في الهاتف النقال. والهاتف النقال هذا يعني تشوف فيه ما تشوف، هاي خرجت غنية، هاي الودن عصات ربي، هاي العين عصات ربي، هاي المهم القلب يمرض مليح القلب يمرض. ولذلك اليوم يقولون الناس أضرار الهاتف النقال على الأولاد. وش يقولون هذوك الناس تاع الدنيا؟ وش يقولون الأولاد كي يدير لهم الهاتف النقال عينيهم تعيا ورقبتهم تمرض. يوم ليش نحوسوا على المرض هذاك؟ المرض نتاع القلب اليوم يمرضوه ما يعلموا غير ربي سبحانه وتعالى. قلوب لي تمرض من الهاتف النقال أكثر من الرقبة وأكثر من الأرطروز وأكثر من العينين. والمشكل كامل في القلب اللي راه يمرض من الهاتف النقال. ولذلك اليوم هذاك الهاتف النقال وهذيك الأشياء اللي ضيعناها في حياتنا والذنوب وغير ذلك، ومن بعد نرقدوا 8 سوايع 10 سوايع، ومن بعد نروحوا نخدموا 8 سوايع 10 سوايع، وحنا في الأسواق وحنا في هاك وهات ومنا وهاك داري وهذاك عطالي وهذاك في الدنيا وقمامة الدنيا وقاعدين نلموا فيها. شحال عبدنا ربي؟ شحال ذكرنا الله؟ شحال في 24 ساعة؟ شحال عندنا كلمة استغفر الله؟ شحال كاين صلاة؟ شحال ندخلوا للمسجد 5 دقائق ما نقدروش نتحملوها، تقولون في جهنم 5 دقائق ما نقدروش. تولي الدقيقة عندنا بسنة في المسجد، دليل على أننا ماناش نعبدوا ربي بزاف. والآن وراح توقف عند بين يدي الله في يوم مقداره 50,000 سنة. وش راح تقول له ربي سبحانه وتعالى؟ يعني وش عندك؟ وريني وش عندك. لو كان يحاسبك الله سبحانه وتعالى تعبد ربي تبقى ساجد من نار يخلقك الله حتى يتوفاك 100 سنة وانت ساجد ما تقدرش توفي نعمة البصر، كيفاش راح ترد؟ اما لك يا ربي سبحانه وتعالى شافنا باللي احنا ما نقدروش نردوا، ما يكفيوناش دراهم، ما عندناش السومه تاعنا ما تكفيش، ما تجيبلكش الجنه. شفت كي يدخل طفل صغير عند المواد الغذائيه ويقول له هاك اعطيني هذه الحلوى، هو يقول له هذوك ما يكفوكش اوليدي، ما يكفيوكش. احنا والله ما يكفيونا، والله في واحد فينا ما يقدر يدخل الجنه بعمله. قالها من؟ صلى الله عليه وسلم، قال لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، نسأل الله أن يرحمنا. ولهذا الآن احنا اليوم ربي سبحانه وتعالى باش يرحمنا وش يديرنا؟ يعطينا واحد القانون، هذاك القانون موش عدل، فضل من عنده، شغل من عنده، شغل هذا قانون ماشي يقول قانون كان يعاملنا بالعدل، والله ما نسلكه، ما يسلك واحد فينا، راح يعاملنا بالفضل. الحسنة ب10 أمثالها،
إلى 700 ضعف يضاعف الله ما يشاء. تقدر دير حاجة 1,000,000 حسنة، وزيد على ذلك ويقابلها وشنو؟ يقابلها السيئة بسيئة مثلها، ويقابلها من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. انتايا ما حبيت تدير حسنة وما لحقتش، قدر الله يكتب لك ربي حسنة. ومن هم بالسيئة ولم يعملها، حب يدير سيئة وما دارهاش، ما تكتبلوش سيئة. ولو كان يترك السيئة هذيك لله تكتب له بها حسنة. يعني شوف القانون كيفاش داير، القانون ما كاينش العدل هنا. الاصل واش يدير لك؟ لا كان الحسنه ب10 امثالها، الاصل واش هي؟ السيئه ب10 امثالها ولا لا؟ احنا ربي دارنا هكذا باش يعاود يعوضنا هذاك النقص اللي راه موجود فينا، لانه يعلم اننا ضعاف الحاجه اللي جيت هزنا. فلذلك ما نعبدوش ربي مليح، يكون عندنا وقت فارغ كامل. واش كاين؟ نقعدوا هكذا قاعدين، استغفر الله ما تحركش لسان، ما يتحركش الانسان، ما يقولش ما استغفر الله، وما يتعب ما والو، ما يقولش هكذا. نفس الانسان ما تحبش تعبد ربي. ولذلك ربي عز وجل هو رحيم بنا. وش يديرنا؟ يديرنا واحد القوانين، هذوك القوانين في صالحنا حنايا. واللي دير الحسنه اي تمحي لك السيئه، وديرت السيئه ما تمحي لكش الحسنه. يعني الاصل هذه تمحي هذه وهذه تمحي هذه، بصح لا. يعني كاين واحد القانون راهو يميل لجهه الحسنات، راهو يعمرنا او ينفخنا في الحسنات وباب الخير، وراهو يضعفنا في باب السيئات. هكذاك وكاين اللي يدخلوا جهنم. يعني عباك ورانا رايحين، ولهكذاك ما حبيناش نتبدلوا. يعني قوانين الرب سبحانه وتعالى تدفع بنا إلى الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. غير ما حبيتش أنت، والله غير ما حبيتش. كي تشوف القانون تاع ربي هذا، غير أنت اللي ما حبيتش تدخل الجنة. دار لك أعمال يسيرة بأجور كبيرة. تدخل للسوق دعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تدخل تجيب دعاء هذا 1,000,000 حسنة، 1,000,000 حسنة. تدخل تصلي صلاة في المسجد مع الناس تكفر عنك كامل السيئات. غير لك انت ما حبيش تدخل الجنة وخلاص، هذا ما كان. ولذلك واش درنا ربي عز وجل؟ جعل لنا محطات تزود ومحطات تعويض، نعوضوا واش فات. فما دام انت حياتك كامل وانت راك تفسد ودير امور وتفرط في جنب الله عز وجل، واش دار لك؟ دار لك واحد ليله خير من 1000 شهر. ليله واحده خير من 1000 شهر. تصلي في الحرم 100,000 صلاه، قيس 54 سنه صلاه واحده، قيس 54 سنه. يعني كاين امور تلحق ليهم ربي عز وجل يعوضك، تفوت كاع السنوات اللي فاتت. بالك 10 سنين ما صليتش في حياتك، 20 سنه ما صليتش، واش دير؟ هذوك الايام تعوض لك كل الشرح. يعني ما شاء الله خير كبير. اذا هنا ندرك نحن قيمه رمضان، هنا ندرك قيمه رمضان. لان الانسان لا يوجد شيء يغمسه في نار جهنم الا الذنوب تاعو. غير ذنوبك هي اللي تحطك في جهنم. إذا ما دامت الذنوب تاعنا هي اللي تحطنا في جهنم، ربي سبحانه وتعالى أعطانا واحد الوسيلة نلحقوا لها، يروح كل الذنوب نخرجوا كما ولدتنا أمهاتنا، صفحة جديدة، ونبدأ نتوكل على الله. لأن الآن أنا نقول لك كاين كلمة كان يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام ويخاف منها بزاف في كل خطبة حاجة، يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. كاين الإنسان تلقاه ما شاء الله يبان متدين وغير ذلك، بلك يعطي له ربي حتى العلم، بصح الحقد موجود في قلبه، المرض والعياذ بالله، الحسد. فتجده بعد ذلك يتخذ منهج العلم ليطعن في الناس ويتكلم في الناس باسم الدين، وقد يتخذ الفتاوى على حسب هواه، فقلبه مريض رغم أنه عنده علم، قلبه مريض. وقد يتصف هذا الإنسان بصفات السمت أحيانا. وكاين الناس ربما ما عندوش علم، ما يصليش وخاربها بالسيئات وما يستغفرش الله، هذا ثاني مصدر هلاك وطريق الهلاك. هذا النوع من الناس واش يدير الذنب وما يستغفرش، كنت فيه نكتة سوداء في القلب، يزيد يدير الذنب واحد آخر وما يستغفرش، وتولي السيئات تجبد السيئة. السيئات هذيك قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. ابن القيم وش يقول؟ ما أهلك ابن آدم مثل تراكم السيئات على قلبه. يتراكموا السيئات حتى يلحق الإنسان الوحد الزمان وحد الوقت كي تتعمر قلبه بالكحولية هذيك، يولي كحل كامل أسود، خلاص دار بزاف السيئات وما يستغفرش، ما يرجعش إلى الله. هذا الإنسان يولي تقول له اتق الله كأنك سبيته، يعود ما يحبش يسمع الأذان، ما يحبش، خلاص قلبه تنغلق. كلا بل
ران على قلوبهم. نسأل الله السلامة والعافية. هذا النوع من الناس احنا اللي رانا واقعين في الأمر هذا، اللي رانا نمشوا بالسيئة مر سيئة سيئة مر سيئة. ربي يديرنا من ذاك المحطات يقولنا حبس هنا، حبس ما تزيدش تمشي، حبس نحي لك الشياطين، نصفدهم وندير نربطهم بالسلسلة، نربطهم ونغلق لك أبواب جهنم، نفتح لك أبواب الجنة ونفتح لك أبواب السماء. في روايتين في حديثين، أبواب السماء معناتها الدعاء مفتوح 24 ساعة على 24 ساعة في رمضان. وزيد على ذلك ماذا؟ ونفتح لك أبواب الجنة، وزيد ندير لك وشنو؟ ندير لك عفو ماشي رئاسي، عفو إلهي من عند الله تبارك وتعالى، يعتق كل ليلة الناس من النار. لله في كل ليلة عتقاء من النار، كل ليلة. وينادي منادي أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. وش تزيد فوق هذا؟ كنت تقول لنا الشيطان، نحيت لك الشيطان، فتحت لك باب الجنة، فتحت لك باب السماء. ادعيني ربي كي يذكر آيات الصيام وش قال؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ماني معاك. قال لك ما كاش الشيطان درك، أنا معاك أنا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أنت تم خلاص بروفيتي. جاء رمضان أنا هنا نحبس الدخان، نحبس الإدمان، نحبس الأفلام، نحبس هذه هنا. ورمضان نعطيكم أنا واحد الصورة. عندي واحد المقال قديم على كل حال منذ 20 سنة درته، هو رمضان مدرسة الأخلاق. هذا البحث هذا كي بحثت كامل في النصوص. وش لقيت وكأنه رمضان وكأنه ربي سبحانه وتعالى جعله فرصة يجردك من كل شيء يدخلك إلى النار، كل حاجة تدخلك إلى النار. وسبحان الله حتى شياطين الإنس ما تشوفهمش في نهار رمضان، يرقدوا يروحوا. هذوك الناس اللي يتناولوا مخدرات ما تشوفوش في النهار. يعني قادر تسقم روحك في رمضان. احنا في قيام الليل درك نقدروا نقوموا الليل، ما نقوموش الليل، نقولوا رانا خدامين وتنوض على 2 تاع الليل 3 تاع الليل، وبعد صباح 6 تاع الصباح تروح تصلي الصبح، تروح تخدم، سما صعيبه وما ترقدش وتبات نايض في الليل ويطير عليك النعاس. ما تقومش الليل، ما تقوموش كامل حياتك وانت ما تقومش الليل. الامر الثاني تصوم النهار، يعني خدام ونتعب ونعيان وكذا، لا اثنين لا الخميس لا ايام البيض لا عاشوراء لا عرفه لا والو، ما صمناش معليش. ومن بعد واش كاين اللهو واللعب، كاين الناس يعيطونا، الشيطان يأزنا، نظرة الحرام، المصاحبة الحرام، العلاقات الحرام، أشياء كثيرة خلي كما يقولوا الستر عند الرب سبحانه وتعالى. الآن هذه الأشياء كنا نديروها في رمضان كامل، الآن واش داروا لنا جماعة دركا، نهبوا جماعة. الآن كي تشوف الناس كامل صايمة يعاونوك تصوم أنت معاهم كامل. علاش 6 أيام اللي مر رمضان يجوا صعاب؟ لأنه الناس بزاف اللي فاطرين، تولي أنت تحس بهم واعرين عليك. فالآن احنا واش دارنا ربي سبحانه وتعالى في رمضان هو الإنسان يدخل ماشي موالف يقوم الليل، ندخلوه معنا 30 يوم يدير 16 30 يوم يجي التراويح. التراويح تقومها وانت لاباس عليك. علاش غير رمضان كاين تراويح على بالك؟ تراويح 12 شهر كاين. علاش في رمضان احنا نقوموا؟ خاطر كاين جماعه مع الامام كذا منا يعاونونا، اسمنا نتعاونوا ندخلوا نبدا نصلوا. ومن بعد هو يقول له من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. اي ما نكمل مع حتى الوتر نكمل. تبقى غير الترغيب في رمضان، غير يجبد فيك. كاين تحس بكيره ويجبد فيك هكذا، يجبد فيك عنده هو الله تبارك وتعالى، هو اللي يجبد فيك عنده. فالان انت لما هذاك الاحساس يرغبك ومن بعد يقول لك زيد كمل، بقات ليله واحده خير من 1000 شهر لازم تقومها. انت تقول ما انا نبقى نمشي باش نقيس هذيك الليله هذيك تاع ليله القدر، نبقى ديما نعبد في ربي سبحانه وتعالى باش نقيس هذيك الليله. فانت تعبد ومن بعد تذوق حلاوه الايمان. اثناء القيام تبدا تذوق حلاوه الايمان وتذوق حلاوه الصيام. وانت كنت شحيح في غير رمضان، ما تصدقش وما تطعمش الطعام. في رمضان تشوف ناس يوكلوا الناس وكذا ويطعموا، تولي انت تملي تخرج. كاين ناس ما يصلوش دايرين ديال الرحمه، مطعم الرحمه، ما يصليش داير مطعم الرحمه، لانه ربي يقذف الرحمه في قلوبهم. واش يديروا؟ يبدا يولي يطعم. هذيك النفس اللي كانت فيها الشح والبخل واش دير؟ تبدا تتنقى من هذاك الشح. يوالف الانسان يمد في سبيل الله، خلاص يعاود يشوف النعمه تاع واحد فقير ما عندوش او ياكل، واحد ما عندوش الجو العائلي راه ياكل معاه، واحد ما مسكين راهم في سبيل الله جاي يخدم راه يتزوفر جاي ياكل عنده، واحد مسكين يتذوق ماكله سخونه او ياكل عنده، يعود يحس بهذيك الانسانيه. تبدا تموت هذيك الامور تاع البخل والشح اللي موجوده في الانسان. يولي الانسان ما يقولش انا ما عنديش ولا ما نتصدقش.
ما عنديش نمد لاني والفت في رمضان نمد. فالان واش ربانا القران؟ ربانا على اصول الاستقامه. في رمضان تربينا على اصول الاستقامه. داروا لنا كيما يديروا لهذاك الطفل الصغير. شفت الطفل الصغير اللي يكون نحبوا نمشيوه، واش نديروا له؟ نحكموه من يده ونبداو نمشيو فيه داش بالعقل هكذا بالعقل ومن بعد نطلقوه يدش وحده. في رمضان هكذاك نجيبوك حنايا، حنا نقولوا حنا معناتها زعما حنا تاع الجامع، حنا تاني نحوسوا شكون يجيبنا. نجيبوك حنا الجامع هكذا وندخلوك بالعقل ونددشوك غير بالعقل، نقول لك ها شوف ذوق الصلاه مليحه ما شاء الله، صليت معنا الفجر، شحال مليح تصلي الفجر، تحس واحد الراحه. ومن بعد تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتوالف 5 صلوات في المسجد، وتوالف الوضوء، توالف تتنقي نفسك وتغتسل وتجي تصلي. بعد تقولي سبحان الله ما شاء الله اني صلي نعمه، نحس روحي مرتاح، وجهي تبدلت ونورت ما شاء الله. ومن بعد ماشي موالف نقوم الليل، وليت تقوم الليل مع الناس، جيت وسمعت القران وذوقت هذيك القراءات وبكيت وسمعت الجنه، وبكى قدامي واحد تحركني تحركت بكيت معاه، بكى الامام بكيت معاه، فتبدا تتحرك انت تشوف الذوق نعمه هذيك قيام الليل وتوالف. من بعد تختلي مع الله. زيد على ذلك الصيام، ما كنتش تصوم اثنين وخميس، ومن بعد صوم هناك معنا 30 يوم واجبه، بصح دخلت مع الجماعه هذيك ما حسيت لهاش بالعقل. ومن بعد هذوك الجماعه اللي كانوا 100% كاع صايمين ولاو غير 50 ولا 60% صايمين الصيام 6 من شوال، زدت كملت معاهم نتايا، ومن بعد طلقناك وليت تصوم اثنين وخميس لاباس عليك. شكون اللي علمك ذلك ستاج هذاك؟ راك تربيت في رمضان، هو اللي دفعك والفت صلوات. على ذلك كاين الناس، شو كاين الناس يتوبوا في رمضان، معظم الناس يجيبوهم زوج حوايج للمسجد، اما بليه يبتليك الله بها يضربك بحاجه تاع ابتلاء تجي وحدك الجامع لعلهم يرجعون. جل الناس الموجودين في المساجد اليوم جابتهم الابتلاءات من الله، يضيق عليه حتى يجي وحده الجامع يجي. فهذاك الضيق كان عنده نعمه غير له كل الحياه. وكاين الناس رمضان مواسم الخير هذه غير يلحق عليه رمضان يشوف الناس تصلي كذا يدخل يصلي هو ما عنده حتى ذوق في الصلاه. المهم يقول لك انا نصلي باش ربي يقبل الصيام وخلاص. يصوم يوالف في الجامع كذا يشوف الناس، حتى تلقاه بعد رمضان والف تلقاه يصلي في الصف الاول خلاص ولا من اهل المسجد. تاب في رمضان السلام عليكم، ذاق الحلاوه، ولا يقوم الليل ولا ما شاء الله بطل مخدرات بطل دخان. يقول لك انا رمضان بطلت هذاك الشيء هذاك خلاص، من رمضان حبست. فهذا شو سبحان الله ربي عز وجل وفقه ودخلوا في هذا. فهكذا رمضان الانسان نجيبوه والف قيام الليل، والف الصدقه، والف الصيام، والف اشياء كثيره في رمضان. قراءه القران، تدخل انت المسجد ما بين الظهر والعصر ما بين المغرب والعشاء في كل وقت تلقى الناس كامل المصاحف مفتوحين والناس كامل تقرا في القران. انت تريح تفتح مصحف تريح تقرا وحدك. لان الناس كاسراب القطع، الناس كأسراب القطع، كما الفول تاع الزواوش هذوك يتبع آخرها أولها. الناس كما هذا يتبعوا برك الناس. لذلك نجحت فينا الموضة واش نجحت فينا؟ يطلع شعرك هكذا يطلع شعره هكذا، اتقب راسك بالشينيور يتقب راسه بالشينيور عادي ما عندوش مشكلة. ما على بالوش شراو يدير. وحنا واش دارنا ربي سبحانه وتعالى؟ قالنا كيما كتبعوا برك انتوما ما تحوشوش تفهموا اين لكم رمضان هذايا ندخلوا فيه كامل ونبداو. رانا نقوموا في الليل الناس رايحه التراويح نروحوا معاهم بعد يبدا يذوق الانسان الاجواء الرمضانيه الحقيقيه، ماشي الشعبي والدومين وهذيك. الاجواء الحقيقيه. البنه تاع رمضان ماشي شوربه. البنه تاع رمضان وشنو هي؟ رمضان ماشي ماكله. الناس يتكلموا على رمضان يقول لك ما ولاتش عنده بنه، ما عندوش بنه. وشنو هي البنه؟ يقول لك بكري كنا نجوزوا على الديور نشموا ريحه اللحم الحلو منا والشربه. احنا نصوموا باش نصوموا، احنا رانا نصوموا باش ناكلوا. شوفوا اخواني الكرام، لما نعرفوا واش معناتها رمضان نعودوا نعطوا له قدره. نعرفوا رمضان ما هو رمضان قبل ربي يعطاك فرصه لرمضان. دوك نقول لك انا رمضان شنو هو. رمضان قال يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نسحقك تدخل تخرج انسان متقي. روح انت دوك ادخل حوس اسبح داخل رمضان، دير هذاك الوقت ليك لرمضان. كاين ناس يقول لك انا نلحق رمضان ندي عطله نريح في المساجد نريح نعبد الله. كاين ناس يحبس تجارته يحبسها في رمضان. يقول كاين تجاره كاين سوق كبير فتح مع ربي. هذاك البذل الخير والفقراء والمساكين قيام الليل هذاك شيء عظيم. لانه احنا 11 شهر قلوب قاسيه نسال الله السلامه والعافيه. ولهذا الان اعظم مصيبه
باش ندركوا قيمة رمضان. أعظم مصيبة تصاب بها الأمة وش هي؟ أن تتحول العبادة إلى عادة. مصيبة. احنا اليوم رمضان وش هو؟ ربي يغلق على شياطين الإنس، يصفد شياطين الإنس الجن، يجوا شياطين الإنس 3 شهور قبل رمضان، يقولوا المخرج هذاك واش راك محضرنا في رمضان؟ وبعد يجيبوا لنا واحد يغني واش محضرنا؟ أنا محضر ألبوم جديد تاع رمضان. لأنهم هذو أعداء الله، يساهمون، يأخذون منا ويسرقون منا أفضل أيام العمر. ليلة خير من 1000 شهر تقيم فيها أنت حفلا، ليلة خير من 1000 شهر تبيت أنت فيها وتلعب في الدومين، ليلة خير من 1000 شهر تضرب فيها أنت موعد مع صديقة. يعني هذا مرض، هذه مصيبة. ولذلك شوفوا رمضان ماهوش خير على جميع الناس، الله يعافينا، وهذه حقيقة لازم نقولوها. رمضان ماشي خير على جميع الناس. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ أدركه رمضان فلم يغفر له. يعني الحق عليك رمضان وما غفرت لكش، جهنم. خلاص رغم أنف امرئ، قال فأدخله الله النار، هكذا في رواية. يعني انت 30 رمضان وما غفرت لكش، واش كنت تدير في رمضان هذا؟ واش كنت تدير؟ أنا نعرف واحد الشيوخة، واحد منهم مات 78 سنة ولا 79 سنة ولا 80 سنة في عمره، فات 80 بالك. لا 40 رمضان عاشها في حياته، 40 رمضان دومين، 40 رمضان دومين، ومن بعد مات. يعني أولا أنت بلغت 60، ومن بلغ 60 فقد أعذر إلى الله. يعني لحقتك حتى ل60، نحيت لك كامل الشهوات، راح الطيش تاع الشباب، كملت لك العقل نتاعك، راك انسان ناضج. لا ما نضجتش في 60 وقتاش تنضج، مازالك تفسد، مازالك تلعب. 60 سنة مازالك تلعب، 70 سنة مازالك تلعب، 80 سنة مازالك تلعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بلغ 60 فقد أعذر إلى الله. 60 سنة يستحي ربي أن يحاسبك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. 40 سنة تلعب دومين، 40 سنة. أنا نقول لكم ما تقولش أني صغير، عبالك أحيانا ربي يطبع على قلبك تولي ما تحبش تسمع الحق. لأني أنا وقفت على رؤوس ناس قلت لهم اتقوا الله، الموت راه يناديكم كلكم شعركم بيض، تلعبوا قاعدين على الطابوريات حتى الأذان الأول، وتلعبوا في الدومين، أولادكم صغار عليكم قاعدين يصلوا في التراويح. اتقوا الله، الله واحد ما حب يستجيب. لماذا؟ لأن خلاص القلب مرض القلب مرض. ليالي العمر وش معناتها رمضان؟ رمضان عندنا حنايا دركا، هذاك رمضان اللي كان عند السلف رحمهم الله. أنا نقول لك لو كان ما نعرفوش ايش معناتها قيمة رمضان والله ما نتسقموا، نبقاو كل عام يجينا ونقولوا هكذاك. لازم دير في بالك باللي رمضان هذا ماهوش خير على جميع الناس. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر. معناتها راهو يقول لك ربي مانيش عليك أنت، مانيش عليك انت اللي حاب تلعب دومين وراك تستنى في البرامج تاع التلفاز والافلام وتحوس في السكاتشات والمضحكات والكاميرا الخفيه. ولا عندنا رمضان هكذا، كاميرا خفيه تاع رمضان، الدومين تاع رمضان، الشعبي تاع رمضان، هذيك الاكله الفلانيه تاع رمضان. شوف الان راح يتحول من عباده الى عاده. كاين عادات تخرج لنا في رمضان، اكلات معينه، لباس معين، بقاله معينه، سهره معينه. وهذوك أعداء الله اللي يخرجونا في التلفاز ويديرونا في الإعلام، هذوك البرامج هم اللي يصدوا عن سبيل الله. يجونا ويقول لك واش هي العادات الجزائرية انتم عندكم، والولاية الفلانية واش عندكم العادات، واش تطيبوا في رمضان، ويديروا لك برامج ويخلوك كل يوم تتبع في ولاية كيفاش يديروا في رمضان، وحنا نديروا هذيك الشيء ونطيبوا هذاك الشيء ونعملوا كذا ونزوروا فلان ونزوروا كذا. ماشي هذه كامل في رمضان. رمضان تذكر لك 3 أشياء: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شوف ركز معايا مليح، كلمة إيمانا واحتسابا تتعاود في كل حديث. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنا نقول لك هذو ما كامل ما فين نسمعهم، بس كي تقراهم قراءة مليحة تفهمهم، تعود تحبهم الأحاديث هذه. 3 أمور قال فيهم: قيام رمضان، صيام رمضان، قيام ليلة القدر. كلهم في 3 إيمانا واحتسابا. النتيجة وش هي؟ غفرة. نزلت هذيك إيمانا واحتسابا اللي هي جملة الحال، نزلت منزلة الشرط. نغفر لك بشرط إيمانا واحتسابا. أنا نطرح لك سؤال:
ايمانا واحتسابا هذيك اللي راك سامحها 40 سنه وانت تسمح عند الائمه، فهمتها؟ ماناش فاهمينها. علاه ماناش فاهمينها؟ هذيك هي اللي دارها ربي تغلق علينا باش ما نحولوش رمضان الى عاده، ما تحولش العباده، يبقى دائما ايمانا واحتسابا. انا نقول لك باللي ما كاش ايمانا واحتسابا. هذوك الناس اللي يلحق رمضان يزعف، يبدا يقول له ابقى له 21 يوم يروح، ابقى له 11 يوم، الفرحه تظهر عليه كي يكون رايح رمضان. والعكس الصالحين يبداو يبكيو كي يكون رايح رمضان. واما الانسان هذاك اللي حرم عليه رمضان الخروج مع الصديقه، حرم عليه رمضان يدخن في النهار، حرم عليه رمضان القهاوي، فرغ الوقت، النظر الى الحرام، النهار كامل هو يطلق البصر تاعو اللي قد بنته اللي قد يماه اللي قد اخته كامل يشوف فيهم. هذوك الناس هذاك الانسان هذاك ما يحبش رمضان، ما يحبوش. اللي موالف يدير رشوه، خدمته كل يوم يدير رشوه، هذاك هو معطلوا رمضان ما قدرش يدي، يقول لك استنى مر رمضان نروح نشربوا الماء، يقول لك هكذا، يقول لك مر رمضان نشربوا الماء، يقول لك حتى نشربوا الماء ونروح ندير لك موعد باش نعطيك الرشوه باش نشد عليك الدوسي. ما يقدرش يدير. هذوك الناس هذوك اللي اشباه الشياطين والعياذ بالله يثقل عليهم رمضان، ما يقدرلوش. بصح الانسان اللي حاب يصفي روحه مع ربي سبحانه وتعالى يفرح فرح شديد. يقول لي شوفوا كاين واحد الانسان تربى عندنا خطره في المسجد، مات رحمه الله، شاب صغير كان يتناول المخدرات، وجاء هذا الانسان هذا والحمد لله انه تاب عندنا، تاب الى الله، اهداه ربي سبحانه وتعالى، احنا ما عندنا حتى دخل فيه، ربي هو اللي هداه. جاء كل ما نصلي التراويح من اليوم الاول تاع رمضان، كل ما نصلي صلاه من الصلوات الخمس ومن بينهم صلوات التراويح، كل ما ندير السلام عليكم نلقاه موراي في ظهري، كل ما نقول السلام عليكم نلقاه مور ظهري. الناس تنتفض تروح تجري، هو يريح في المسجد فاتح المصحف يقرا. نقول لك تعرف كان في واحد الطريق ما تقدرش تتصورها انت، ما تقدرش تتخيلها. الناس اللي دارت العوج ما يقدروش يديروا واش دار هو. هذاك الانسان كي هداه الله. شوف الانسان خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام اذا فقهوا. فاذا كان الانسان عنده عقل ويفكر، كان في الجاهليه بصح نهار يتسقم، وهذا هو الانسان الناجح. فالانسان ماذا فعل؟ هذا رمضان كامل هو هكذا، صيام ما شاء الله كذا، يفطر في المسجد، الصف الاول ما يخليه يروح. ما نشفيتش انا ما شفيتش 30 يوم تاع رمضان اني سلمت وما لقيتوش مورايا. كملنا رمضان، افطر يوم العيد فقط، صام 6 ايام، في اليوم السادس مات. وين مات؟ يغتسل الى صلاه الجمعه، في وقت الجمعه مات. يعني هاد الناس هذو، شوف احيانا انت كي تسقم روحك بالك ربي سبحانه وتعالى مسطر لك الموت نتاعك في هذيك الطريق الاستقامه، بصح كي تتعوج بزاف من شب على شيء شاب عليه. نسال الله يعافيني ويعافيك. ربي سبحانه وتعالى الخواتيم نتاعنا نسال الله يديم علينا الستر والعافيه. ربي سبحانه وتعالى يمضيها لنا بامرين اثنين، بسريره بينك وبين الله. كاين حاجه بينك وبين الله والله ما يعرفها واحد غير انت برك وربي برك، هذيك القلب نتاعك واش فيه. والحاجه الثانيه وش هي؟ الحاجه الثانيه هي ما اعتدت عليه انت من الاعمال. حياته قاع سكران مات سكران، حياته كامل هو في الملاهي مات في الملاهي، حياته كامل في المسجد مات يتوضا كان يتوضا يقول لك مات، كان يغتسل باش يروح الجمعه مات، كان يصلي في الجامع مات، كان يستنى ما بين الظهر الاذان والاقامه مات، سجد ما ناضش. علاه؟ واش دار هذا الانسان هذايا؟ حياته قاع يصلي، اكيد انه يموت يصلي، لانه الرب سبحانه وتعالى ما يظلمش. خيرك اللي يدير لك اللي درته نتايا، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. انت الخير اللي راك دايره في الناس وفي نفسك، وطيبه القلب نتاعك، الرطبه هذيك القلب الرطب هذاك الشباب هذاك اللي داخل فيك، هو اللي يخلي لك عندك خاتمه حسنه ما شاء الله، يختم لك الله بهذه. وهذه الخاتمه هذه عنوان الحياه نتاعك الاخره تاع الاخره، بها بعدها واش راح يصير يوم القيامه. الخاتمه هي الصح، انما الاعمال بالخواتيم. نسال الله يحسننا ويحسن خاتمتكم. فلذلك الان رمضان هذا هو الحكايه تاعو. رمضان وش هي قيمته، وش هي كي نعرف قيمه رمضان تما نروح نسقم روحي. اما اني انا نجي نحكي لك الاحاديث والايات نتاع رمضان وانت تقول هذو كان يسامحهم السلام عليكم وتجي رايح، ماكش فاهمهم والله ما انا فاهمينهم الاحاديث هذه، كون جينا صح فاهمينهم. شوفوا نعطيك مثال، كي تسمع انت واحد الكلمه في الحج
ملايين البشر نتاع الحج يسيلوا الدم ويذبحوا. لا يذبحوا الحجاج، يذبحوا ويقدموا الهدي الى الله تبارك وتعالى في سبيل الله. هذيك اللحم هذاك تاع الملايين ولا ملايير بالك الكيلوات، ربي يقول فيه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. يعني انت باش تربي باش تكسبوه ماشي باللحم والدم، ولكن يناله التقوى منكم. ربي يقول لك انا هذاك غير حبيت ندير لي جاست انت برك، بس راني نحوس قلبك واش راهو يفكر، قلبك واش راهو لمن لله ولا لا. يعني نحوس على قلبك واش فيه الداخل. اذن العبادات هي القلوب وما تحتويه، هذاك هو الصح. ولذلك واش قال لنا ربي سبحانه وتعالى باش يفطنا بلي انا غني عنكم، مانيش نسحقش اللحم تاعك. ربي كي نذبحوا حنا يدير اللحم مليح، ما يديرش، هو غني عنك ما يسحقكش، ما حش تزيد في ملكه شيئا، ما حش تزيد له والو. اتعلم كيفاش تسلم امرك لله برك. هذا ما كان باللي انت امرتني راح نذبح، جيت نذبح، وانت انا ليك ومالي ليك، واش تقول لي ندير؟ كي تكون انت هكذا راح تولي تتشبه الواحد هو اللي دار لك سنه الذبح، هو ابراهيم عليه السلام، هو سماكم مسلمين. هذاك النهار قال له ربي روح اذبح وليدك، راح يذبح واش يفهم. انت كي تروح تذبح واش تدير؟ كي تروح تذبح راك تتربى كيما تربى ابراهيم، تقول هذاك راه قال له ربي يذبح وابنك راح يجري، وانا قال لي ربي يذبح كبش ما نذبحوش، نذبح ربي كبش و10 و20 وراني قابل عند ربي. واش كاين؟ راني نمد له حياتي نمدها له. راه ربي هذا من انت راح ديماري في الحياه بالعلاقه مع الله بدا هنا مع الله. لانه ابراهيم غير دار الجست هذا، قال له ربي ان ابراهيم كان امه، اعطاه واحد الامتحان صغير، وانت دار لك هذاك الامتحان في الحج وداره لك في رمضان ثاني. قال ربي سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. والله هذا الكلام هذا قالوا ربي في الحديث القدسي، قالوا لك ليك انت. والله هذا الكلام الحديث ما فين تسمعوه، بصح انا نسوقه لك بسياق وكأنك اول مرة تسمعوه. ذوقوا، لازم تذوقوا. تعرف اللي يقول هذا الكلام شكون هو؟ اللي خلقك. على بالك لما يتكلم عليك انت في رمضان، يقول ربي للملائكة هذا عبدي هذا ما حبش ياكل وما حبش يشرب، حلال عليه الماكله والشراب، الخبز حرام حلال ياكل، لا على ما كليتهمش في نهار رمضان. انت وكأن شيعة تقولوا شوف يا ربي انا ما نخليش الحلال غير على جالك بك، الحرام نخلي الحلال حلال ونتركه على جالك، ماشي الخمر وهذيك الخنزير وكذا. الحلال اللي مولفين ناكلوه الزيتون والفرماج والخبز هذو حلال ياك، انا على جال ربي في نهار رمضان ما ناكلهمش، حلال وما ناكلهمش. الماء حلال، الماء ما نشربوش على جال ربي سبحانه وتعالى. شهوة الانسان يقضيها في زوجته حلال له فيها بها اجر، ما نديرهاش في نهار رمضان لانه على جال ربي. كل الشهوات، شهوة البطن وشهوة الفرج نحبسهم على جال ربي سبحانه وتعالى. ربي يقول لهم شوفوا عبدي على جالي انا الحلال حبسوا، راح يفخر بك ولا فخر بك الله معناتها حيرفعك. انت الان في هذاك النهار تاع رمضان افتخر، قول انا الان الحلال خليته على جال ربي، الحرام ملا من رمضان الحرام ما نديروش. مالا انت علاش تضرب موعد بعد رمضان بعد المغرب مع الاخرى؟ معناتها الحلال هذاك ماكش تركه لله. وعلاه مالا تسنى تشري في الباكي تاع الدخان الشباب باش تتكيفوا بعد المغرب؟ معناتها ما راكش تركت الحلال لله. اذا هنايا تبدا تعرف واش معناتها رمضان تاع الصح، انك تدع الطعام والشراب وشهوة الفرج الحلال كلهم هذوك تتركهم لله. اذا ما دام تعلمت انني نترك الحلال لله، الحرام والله ما نزيد نديرو. مالا المخدرات في الليل ما نديرهمش، مالا النظر الى الحرام ما نديروش، خاطر في النهار ما كنتش ندير هذا الشيء هذا. اذا ما دامني هكذا مالا التربص هذا نخليه يمشي على طول، خلاص اني ذقت باش نحافظ على المكانه هذيك مع ربي كما ابراهيم حافظ على مكانته مع ربي. انا راني نبين لربي سبحانه وتعالى اني خلاص راني معك، ما دام هذه تجيب لي مكانه عندك خلاص راني معك، نبقى نكسب هذيك المكانه مع الله. لانك انت على بالك وشنو انت يا واش تسوى كامل، واش هي قيمتك عند ربي، ماشي انت واش قيمه ربي عندك. انت كي تحب ربي ما درت لنا والو. البطوله الحقيقيه واش هي؟ ان ربي يحبك ويحبك ربي يحبك اقدام من انت يحبك الله. لازمك تخدم باش يحبك الله، لازم تدير امور وريله باش يحبك، اعطيله هكذا جاست من عندك. لذلك شوفوا الان يقول لهم في عرفه ربي يقول لهم، وهذه الاحاديث
احنا ما نعرفوهاش مليح، نسمعوها بصح الله ما نعرفوا قيمتها. هذه الأحاديث هي اللي تربي العلاقة بين العبد وربه. في عرفة يقول ربي سبحانه وتعالى الملائكة يجوا الناس كامل في عرفة ويتلموا هكذا، تقول أرض المحشر سبحان الله، أرض المحشر تقول وقفنا باش ربي يجي حاسبنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا على رؤوس الخلائق يوم عرفة، ويقول الملائكة يباهي ربي يفتخر بينا كي نتلموا كامل تما هكذا. يقول الملائكة وش يقول لهم؟ انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. قلت لهم ارواحوا جاءوا، شوفوا عبادي، شوفوا جاءوني شعثا غبرا. ماذا يريد هؤلاء؟ الملائكة يقولون يا ربي إنهم يريدون مغفرتك. يقول لهم الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم. يعني كاين واحد اللي جالس تديرهم انت حركة. وش درت في عرفة؟ وقفت 5 سوايع 6 ورحت. وش درت؟ تاكل وتشرب ورحت. وش درت؟ ما درت والو. ما بنيتش مساجد ولا ما رحت درت ثورة تما وجهت في سبيل الله كما الصحابة وقتلت في سبيل الله. رحت قاعد داير فوتاي وقاعد وخلاص، هذا ما كان. وش درت؟ ما درت والو. بصح عندك واحد القلب اللي جابك تما مثابة للناس. كاين قلب جابك عند ربي تما، هذاك اللي جابك العرفة خلاك تنال واحد المكان. ربي قال لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم. ما خلاص يخرجوا هذوما كامل واحد ما عنده ذنب. علاه؟ لأنك راك درت حركة جميلة جدا مع الله، وأنك رحت لعنده وخرجت من الحرم وقلت له يا ربي راني جيت في المكان الذي عذبت أنت فيه الفيل، وراني خرجت لك هاني بالذنوب تاعي جيتك كاش ما تغفر لي. وهذا المكان هذا علاش خرجنا احنا من الحرم؟ لأن الله يعذب فيه، أو عذب فيه أصحاب الفيل هذاك عرفة، يعني قريب منهم. احنا خرجنا له من الحرم إلى الحل في عرفة، نقول له هنا جيناك عراية، ها جينا مغبرين، تحب عذبنا تحب اغفر لنا. هو يقولنا لا أنا نغفر لكم، نديك ارجعوا بغفر لكم. في ردنا ربي سبحانه وتعالى أنت لما تشعر بهذاك الشيء تولي عندك علاقة عظيمة مع الله، تولي تحافظ عليها. رمضان كذلك، رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، إيمانا واحتسابا غفر له. الآن ما دام أنت ربي سبحانه وتعالى أنت جيت صمت تركت، يقول لك خلاص مغفور. قمت الليل مغفور، قمت مع الإيمان مغفور، قمت ليلة القدر مغفور له. علاه؟ إيمانا واحتسابا. وش معنى إيمانا واحتسابا؟ هذا هو السر في الاستفادة من رمضان، أعظم سر. هذا هو أنك أنت هذه وش معناتها؟ قال يا باغي الخير أقبل. من درك لازم لك تكون عندك نيتك تقول شوف رمضان هذا نسقم روحي أنا، بالك هذا آخر رمضان. ولذلك بهذا يستفيد الإنسان من رمضان، أنك تريد باغي الخير، وزيد على ذلك إيمانا تؤمن بأن رمضان تعطي له قدره، ماشي تؤمن به باللي واجب فقط، تعطي له قيمته وتعرف ايش معناتها رمضان. واحتسابا كل حاجة تحتسبها أجرا عند الله تبارك وتعالى. من هنا تنطلق الاستفادة من رمضان. إن شاء الله في الوقت الذي سيتبقى ما بين الأذان والإقامة نكمل بعض النقاط المهمة إن شاء الله. كاين وقت 4 ساعات. هاي خلاص. بعد المحاضرة سؤالين معلش دوك نشوفوا. وكان تخيروا انتم سؤالين ماذا بيا من خير انتم خير. بعيد دوك نقربوا دوك.
إذن إخواني الكرام، الآن عندنا واحد الكلمة مهمة جدا نريد أن نختصرها في هذا الربع ساعة إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي مربط الفرس. أنا أعلم أن كثيرا من المشايخ جزاهم الله خيرا مروا في هذا المسجد، وربما كنتم سمعتوا ربما في وسائل الإعلام، ربما سمعتوا في مساجد أخرى بعض الأعمال الصالحة اللي تزيدوا تسمعوها وتعرفوها في رمضان وهي معروفة. تعرف الاستفادة في رمضان ما هي الأعمال الصالحة قبل، ماشي هي الأولى. الاستفادة من رمضان تكون بنزع العوالق قبل والعوائق قبل ما تروح الأعمال الصالحة. ولذلك شوفوا ابن القيم رحمه الله لما يتكلم على إصلاح الذات نتاع الإنسان، إصلاح النفس، وش يدير؟ وهذا نص قرآني: قد خاب من دساها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأن مسار إصلاح وش هو تاعنا؟ هو التخلية والتحلية. التخلية والتحلية، وش معنى التخلية والتحلية؟ معناتها النفس نتاعنا، كل واحد فينا عنده النفس نتاعو فيها ذنوب وفيها عيوب وفيها أمور ملاح. الآن أنا دوك حبيت نسقم روحي، أكيد أني عندي دوكا ذنوب راني ندير فيها، كاين أمور طبايع ماشي ملاح، كاين أخلاق، كاين معاصي، كاين كبائر، كاين صغائر راني ندير فيها. هذيك اللي راني ندير فيهم هذوك الذنوب، نسأل الله يعفو عنا ويسترنا. هذيك الذنوب اللي أنا نديرو فيهم هذوك لازم نحيهم، نطهر نفسي منهم أو من جلهم باش نروح نعمل الأعمال الصالحة. لأن دوك الآن أنايا يقولوا لي كاين في رمضان الصيام نروح نصوم، كاين قيام الليل نروح نقوم الليل، وكاين ثاني واش كاين قراءة قرآن نروح نقرأ قرآن، وكاين الجود والإحسان نروح نتصدق نوكل الناس. إذن راني درت هذه الأشياء كاملة، لا باس ملاح هذو، بصح مازال لي نظلم، مازال لي قاطع الرحم نتاعي. كاين ناس يصلوا، كاين ناس ما شاء الله يصلي في الصف الأول ويحج ويعتمر، بصح قاطع جاره، قاطع الوالدين نتاعو. كاين اللي عنده عاق والديه ما يتكلمش معاهم، كاين اللي أمه ما يهدرش معاها، مقاطعها. وكاين الناس ياكلوا الحرام عادي، وهذاك الحرام يروح به يدير عمره ويدير حجه عادي، ما عندوش مشكله. ثم الأعمال الصالحة وحدها ما تكفيش. أول حاجة لابد من تطهير النفس من العوائق والعوالق. كاين أمور، وش معناتها العوائق والعوالق؟ دوك نقول لك وش معناتها. كاين أمور عوائق تعيقك، ضدانة تحبسك، ما تخليكش تروح عند ربي، ما تخليكش. هادو لازم، شوف، لك حاب تستفيد من رمضان، هادو لازم تنحيهم الطريق، وإلا والله يا أخي غير قانون تاع ربي يقول بأنه هاد الناس ما يتسقموش. أول حاجة الظلم، المظالم. الإنسان اللي راه يظلم في الناس ويطغى، ودعاوي تاع الناس تأتيه أسحارا. معاذ بن جبل لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قال له: واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب. واحد يأكل أموال الناس، قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها. وش معناتها يريد إتلافها؟ من نهار كان جاي يسلف راه نيته والله ما يرد، يريد ونيته من البداية ما وش حاب يرد، أتلفه الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام. دوك أنت تأكل أموال الناس، أنتم ما شفتوا كاش واحد يسكروه هداه ربي، دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أتلفه الله. دائما تخلص عليه في الهاوية، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه كلا أموال الناس بالغدر. السارق اللي يسرق يخطف، عباك السارق واللي يسكرو ماشي كيف. اللي يسكرو يسكن لك الأمان ويدي لك دراهمك، هذاك الغدر نتاعو يوجع. بصح السارق يخطف لك تليفون ويهرب، هذاك ممكن يتوب، ممكن يتوب، يقول واحد بالك مسكين جيعان داها يا ربي يهديه وخلاص. بصح واحد آخر اللي يدي أموال الناس بالغدر، هذاك راح يخسر، يولي الناس ما يسلفوش على جالو لأنه هو دا دراهم ما ردهمش، ولا هذاك الإنسان يقول لك أنا والله ما زيد نسلف لواحد، راه قطع الخير على الناس. هذاك اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام عليه ماذا؟ أتلفه الله. ما يتسقمش في رمضان، هذاك ما يتسقمش في رمضان، ما يتسقمش هذاك، ولو ردوا لا عادوك الإيمان، وكان يموت يعاود يحيي ما يعاودش يتسقم، يروح للقبر ويولي ما يتسقمش. دخلوا الكوما عاودوا خرجوا ما تسقموش على دعاوي الشر. وشوف الناس الفاسدين، الناس اللي فاسدين يتناول المخدرات، داك مسكين هكذا يغلط يسرق يدير حاجه يدير فاحشه هكذا وبعد يتسقم. واحد اخر معاه في نفس الطريق، حاقر بزاف ناس، قطع بزاف الطريق، سرق بزاف، دعاو عليه الناس بزاف، باع مخدرات، تسمى دعاوي الشر بزاف، الظلم الفاحشه تاعو تعدت للناس، قليل وين تلقاه يتوب. لأنه عليه دعاوي، نسأل الله السلامة. إذن اتخلص من المظالم، اتخلص من المظالم نتاع الناس
باش ربي يقدر ينحي عليك هذيك الاغلال تقدر تتوب تخلص. ما دامك عندك فرصه حاول تصفي روحك من المظالم تاع الناس. الشيء الثاني اخواني الكرام، هذه عوائق، هذه تعيق الانسان ما يقدرش يتوب. كاين الناس يقول لي حبيت نتوب ما يتوبش الله غالب ربي ما حش يتوبوا. ما نعرف علاش، نسال الله السلامه والعافيه. لانه علاش كاين ناس التوبه تاعهم معلقه بناس اخرين. فالانسان يتقي الله. كاين امور كاين يسموهم غلطه العمر، نغلطوا بصح غلطه العمر واعره. غلطه العمر تقدر على جالها تولي ما تقدرش تتوب. لذلك يجي رمضان تلقى الانسان هذاك في النهار تاع رمضان يكفر بربي، في النهار تاع رمضان يكفر بربي كاع واش كاين. والناس تايبه ربي تبكي ربي عز وجل. الناس سكرانه 40 يوم قبل رمضان حبسوا الخمر، يقول لك السنه نحبسوا 40 يوم قبل رمضان مور العيد نبداو. احترموه رمضان، هذاك في نهار رمضان يكفر بربي. علاه يكفر بربي في نهار رمضان؟ لانه هذاك الانسان والعياذ بالله قلبه مريض خلاص، موش حاب يتوب فيه. كاينه حاجه يعاود يراجع نفسه، وما زالت ابواب التوبه مفتوحه ليه، يعاود يراجع نفسه. كاينه حاجه ماشي مخليته يتوب. كاين مظالم راك ظالمهم، والمظالم هذه تتعدى حتى في البيوت. هذيك الشيء اللي عم بالكم ساهل، هذا الشيء اللي يصرى بين العجوزه وعروستها والخاوه والخواتات والواسات والخلوطات في البيوت، هذوك الغيبه والنميمه والشيء اللي صاير في البيوت، هذيك ظلم ثاني كبير هذاك صاير. هذاك يخلي احيانا بعض الناس والله ما يتسقموا، لان الظلم واعر. وليرفع عليك يده المظلوم صعبه ولو كان كافرا. قال النبي عليه الصلاه والسلام يرفعها الله فوق السحب ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال النبي عليه الصلاة والسلام يجيبها الله ولو كان كافرا، هذاك اللي ظلمته ولو كان كافر يستجيب له ربي سبحانه وتعالى. إذن المظالم عائق من العوائق اللي تخلي الإنسان ما يستفيدش من رمضان. الأمور الأخرى أكل الحرام إخواني الكرام، أكل الحرام نسأل الله السلامة والعافية. ربي قال يا أيها الرسل، يتكلم عن الرسل، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وش معناتها؟ ما انت ما تقدرش تعمل الصالحات غير لك الحلال. ولادك يخرجوا صالحين بالحلال. على بالك علاش الانسان اللي يوكل ولاده الحرام ما يتسقمولوش؟ علاه؟ خاطش قال لنا الرسول عليه الصلاه والسلام باللي كاين واحد القانون تاع مولانا يقول فيه الرسول عليه الصلاه والسلام ما من بدن نبت من سحت الا والنار اولى به. اذا راح تسمنهم وتكبرهم وتوكلهم وتشربهم وتسكنهم بالحرام، المهم ياكلوا مليح ويشربوا مليح ويلبسوا الماركه، دير في بالك بلي راك تربي في اجسام تاع جهنم. ما من بدن نبت من سحت الا والنار اولى به. ليأكل الرشوه والربا والعياذ بالله ويخدم في المخامر، هذاك الحرام ما يخليش يتوب، ما يخليش يتسقم. اذن الان باش رمضان نستفيد منه، اول حاجه نطهروا انفسنا كذلك من عائق التوبه وهو الاكل من الحرام. الامر الاخر كذلك امر مهم جدا، مصيبه رانا فيها درك هي. ابن القيم تكلم عليها وقال بأنها من أعظم ما يفسد القلوب النظر إلى الحرام. قال بعض العلماء قعدت عنده الشيخ عبد الكريم الخضير، قال حاولنا، قال أنايا هاتف نقال تاعو، قال أن هذا الهاتف هذايا طلبت من الشركة خاص أنه ما تجي فيه حتى امرأة عارية ولا حتى حاجة والو، داروا لي فيه نظام تاع الأمان باش يجوا فيه غير الامور الملاح. قال استعملتوه القراءه، نسمع امور نطالع فيه امور. هاتف يحتاجه الانسان. قال فاذا بي في يوم من الايام نفتح صوره امراه عاريه، قال فعلمت انه لا ينجو احد من النظر الى الحرام ليكسب الهواتف. ابتلينا بهذا الشيء نسال الله السلامه. وفي الشوارع وعدنا عادي والفنا المعصيه، الصباح عشيه نشوفه عادي. نسالك سؤال، كي تشوف امراه عاريه براك تقول استغفر الله؟ ماناش نقولوا، نقول لك علاه؟ والفنا المعصيه، استبحناها خلاص ولينا نمشوا نسبحوا في الحرام ما على بالناش بالدنيا، ولينا كانها عم تخفت كاع الناس يتشوف، وكاع الناس يتشوف. هذه عذر عند ربي، عذر تقدر تقولوا ربي انت ما يقبلوش منك. فاذا الان هذه المعاصي هذه تمرض القلب. احنا اليوم يا اخواني الكرام في رمضان يتوعدوننا بافلام ماجنه، افلام حب وغرام واشياء كثيره جدا تفسد القلوب. كاميرا خفيه فيها هلع الناس، اللعب باعراض الناس، اللعب بمشاعر الناس، نلقى نتفرجوا في الكاميرات الخفيه. ولا رمضان معناتها كاميرا كاشي عندنا. هذا هو رمضان عندنا. فولينا نعتني بهذه الاشياء. والله يسرقون منا احلى ايام العمر، احلى ايام العمر هي رمضان.
يرجع فيها الإنسان سكينة، وقار، يرتب نفسه الإنسان، ترجع أخلاقه أخلاق حميدة، تهدأ النفس، ترجع إلى الله، تبكي على نفسها، تبكي على الخطيئة، يصلح الإنسان نفسه، أهله، أولاده، ذريته، يصلح العلاقات مع الناس، يشوفوا الراني، بالك ربما إنسانا يظالمه، لعله يكون آخر رمضان، ولعلنا ما نبلغوهش ولا لا. فلذلك الإنسان هذيك المراجعات بعدها على هذه العوائق، خليك من نظر الحرام، حاول أنه رمضان يكون فرصة أني صائم ما نشوفش الحرام، ونتربى بعد رمضان خلاص نولي نمشي ما نشوفش الحرام، والفت في رمضان خلاص الحمد لله. فحاول أنك في رمضان تستغل فرصة، لأنه ما عندناش عذر أمام الله. ما تقولش أنا يا الله غالب، أنا عشت الجزائر فيها العراء الله غالب ما عندي ما ندير، ما تقدرش تقول هذه ربي على بالك. يوم القيامة حياتك أو عيشك في مجتمع فاسد موش عذر عند الله، ما تقدرش تقول أنا الله غالب قاع ما يصلوش أنا الله غالب وقاع يشوفوا الحرام أنا الله غالب، كاش هذه عند ربي مكاش، ماش عذر أمام الله. كذلك إخواني الكرام الإدمان، هذوما أصحاب الدخان فرصتكم. الدخان، إدمان الهواتف هو الأول، الهواتف. أم يجوا الناس في المساجد يريحوا في الطابق الأول ولا يريحوا في مؤخرة المسجد، يكون يكتوي يريح فوق التراويح ويتفرجوا خلاص، ما عندوش مرض قلب مريض. الهاتف ولا صنم، تماثيل نحن لها عاكفون كامل. وكان ما جيناش في المسجد ورانا برا كيما رانا هكذا، واحد يهضر مع أخوه كامل بالتليفونات وانا نشوفه هكا كامل، تماثيل نحن لها عاكفون. منا من ينظر إلى الخير، منا من لا ينظر إلى خير، وجلنا يذهب بعد ذلك إلى ما لا يحمد عقباه. فلذلك الآن هذه الهواتف يحاول الإنسان يضبط نفسه ويقول أيام رمضان ودقائق رمضان ثمينة، خليني من هذا أعطيني المصحف، خليني من هذا روح نسمع درس، خليني من هذا روح نقوم الليل، خليني من هذا روح نعمل عمل صالح. شوف بالك كاين واحد عنده دار رحمة نعاونه، بالك واحد راح يطعم الطعام لنا نوكل معاه، بالك كاين في عائلة فقيرة نوصل، ما عنديش أنا بصح معليش نوقف نوكل نشرب ندير الخير. فهذه الأعمال الطيبة هذه ترجع الإنسان إلى الله. كذلك الإنسان المخدرات فرصتنا، والله الإنسان يدمن على المخدرات إلى ما تبش في رمضان راح يجيه صعب الأمر. في رمضان فرصتك، أنت حبست 12 ساعة ما كليتش المخدرات، ما صرا لك والو، والله ما تموت وكان تحبسها، والله ما يصرى لك حاجة. وأنا نقول لك واحد الكلمة، لو كان قدر ربي يقولوا لك تروح عند الأطباء كامل تاع العالم يقولوا لك اسمع لعبك كنت تحبسها ضربة واحدة تموت على بالك، قول لهم وقال لي واحد الشيخ لو كان نموت شهيد في سبيل الله والله غنحبسها، والله ما يصرى لك حاجة. حبسوها ناس مشات لهم في الدم وشربوا كل أنواع المخدرات، وكلموني أنا قالوا لي والله غير حبستها في حينها أقسم بالله ما صارت لي حاجة. صرا لك والو، هم أصلا ديجا يطبعوا لك في سلعة مدغولة اسمها ما يصرى لك والو ما تخافش. إيه فلذلك الآن قال لي واحد اليوم قال لي والله راهم يطبعوا لهم في السلعة مدغولة كذا، قلت له الحمد لله خلي يعطوا لهم البلاطر ويقولوا لهم كوكايين، قلت له والله غير مليح البلاطر خير من الكوكايين. فلذلك الآن الإنسان يحبسها والله ما يخاف إن شاء الله ما يصير له شيء، أنت مستعين بالله، لا تموت شهيد في سبيل الله، وعلى الحياة لك عيشها مليحة. ولذلك إخواني الكرام السهر على الأفلام حبسوا، الدومين حبس. شوف دومين كي تروح للبحر في الصيف إن شاء الله عز وجل تريح ساعة ولا زوج يلعب مع أصحابك. احنا ربي ما خلقناش لهو ولعب، حياتنا ثمينة، هذه أيام الدقيقة فيها غالية بزاف ما تضيعهاش. حاول حتى ولو كنت خدام تجي العشية نروح للمسجد في العصر يديروا درس نحضر درس نقرأ شوية قرآن، معليش نتعب، ليس بشهر نوم يا إخواني الكرام. شوفوا أهم حاجة العوائق والعوالق، هذه الحاجة اللي كان معلق بها أنت شوف نختم لكم بحاجة أحسن درس تديه، الكلمة اللي حنقولها لك دركا، كل واحد فينا سبب هلاكه رأس الأفعى. عباكم مش معناتها رأس الأفعى، دوك نقول لك واش من هو رأس الأفعى. الذنوب انت تاعك انتايا، لو كان تعاود تفكر فيها درك وانا نهضر معاك، كل واحد فيكم يستف الذنوب نتاعو اللي موالف يديرها. كاين ذنب هو الاول اللي راك دير فيه وقلبك متعلق فيه بزاف 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 بزاف. يقدر واحد يقول لك انا ندير هذيك ندير هذيك ندير هذيك، وعندي المشكل تاعي العلاقات غير شرعيه هو الكبير كامل ما قدرتش نحبسه، فهذاك هو راس الافعى تاعو. لو كان يضرب راس الافعى هذاك الذنوب الاخرى قاع تروح. كاين واحد يقول لك انا شوف انا مليح نصلي كذا عندي الديف واحد المخدرات، هذا هو المشكل تاعي، المشكل تاعي كامل في المخدرات. عباك باللي نتايا النار والجنه تاعك راهم في المخدرات، تحبس المخدرات يروحوا كاع الذنوب اللي موالف ديرها. تسمى راس الافعى نتاعك دائما عندك راس الافعى، اضرب الراس هذاك يروحوا كاع الذنوب الاخرين، تولي من داك دير ذنوب بصح ماكش انسان عاصي. تجي تصلي في المسجد كذا دير ذنوب، كاع نديروا الذنوب،
بصح وشنو كي تضرب راس الافعى، كاين ذنب هو اللي يدخلك للنار، وكاين ذنب هو اللي يختم لك ربي به، نحيه بالك تموت به، نحيه. كاين ناس دخان يقول لك انا كلش عندي الديفو تاع الدخان، هذاك الديفو هذاك هو السر. انت لحقت المفترق طرق، سقمت روحك في كلش ولحقت قال لك يا الدخان يا ربي، اديت الدخان انت، تغلب عليك الدخان. الان واش دير انت؟ قول انا درك الان حاجه واحده راح تحبسني على الجنه، هي الدخان. انا يا دين رمضان هذا نحبسه بدون نقاش. خلي الراس هذا يطرطق منه، معليش نحبسه، لازم يحبس هذا الدخان هذا هو. شوفوا الامور الجنه تدخلها بالحزم، تحسم، ما كانش هذه بالعقل، ما قدرت لهاش، ومن بعد عاود توليت، ومن بعد جماعه قال لي اعطاني قارو ضربه واحده. راني ربي سبحانه وتعالى. ابراهيم باش راح ذبح واش دار؟ باش راح يقدم على ابنه يذبح واش دار؟ ما ناقش مع ربي سبحانه وتعالى. قال له اني ارى في المنام اني اذبحك. وليده واش قال له؟ افعل ما تؤمر. ما كاش شويه مناقشه، ما قالوش يا ربي راك متاكد بلي وليدي نذبح وليدي، ما قالهالوش، والله ما قالها له. هكذا احنا لازم مع ربي. اسمع الدخان زعما لازم نحبسه، لازم ماشي معناتها مكروه ولا حبسه، حرام كبيره من الكبائر، حبس توقف، حبس الشمات الدخان، حبس الحرام الرشوه، حبس توقف، وبدا رمضان وفتح. يعني نقطه الى صدر، هذا هو الاصلاح. واستعن بالله، لا ما يعاونكش ربي ما تقدر دير والو. ابكي، شوف او جاي رمضان روح قوم الليل بركعتين وبكي له ربي كيما يبكي الطفل الصغير لامه، ابكي له وتكلم معاه كلام صريح، وقول له شوف يا ربي انا ها عندي الذنب الفلاني، لو كان تقبضني عليهم راح نروح لجهنم، عاوني عليهم في هذا رمضان، عاوني حتى. علاش احنا في كل صلاه واش نقولوا اياك نعبد واياك نستعين؟ دائما نبكي ونقولوا احنا ضعاف، ماشي انا اللي نقدر نحبس الدخان، وماشي انا اللي نقدر نحبس الخمر، وماشي انا اللي نقدر نحافظ على هذه الصلوات 10 سنين 20 سنه 30 سنه وانا جاي الجامعه نصلي، وكان ماشي انت اللي تعاون فيا. وحنا وشنو فقراء ضعاف. كان ربي يرفع علينا الرحمه تاعو والعنايه تاعو دركا واش نديروا؟ غدوه كيما رانا دركا في المسجد، غدوه نكونوا في البار، والناس اللي راهم في البار دركا ربي ما واش معتني بهم، احنا اعتنى بنا جبنا المسجد. نسال الله يديم علينا الستر والعافيه ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. واسال الله العظيم رب العرش الكريم يجعلنا واياكم من المصلحين الصالحين، والله اعلم والحمد لله رب العالمين. اخوانكم جهزوا سؤالين من الدرس احنا نسالوا، وجماعه عيننا واحد يجاوب. انتم عينتوا السؤال او الشيخ يدبر راسه. قال لك السؤال الاول يقول ما هي شروط التوبه؟ شروط التوبه يا جماعه، عينوا لنا واحد يجاوب بسرعه باش نقوموا الصلاه ان شاء الله. انا نمد غير الهدايا. شكون؟ ما شاء الله. هناك شرط رابع وهو رد المظالم إلى أهله. تفضل. بارك الله فيك، ربي يحفظك، جزاك الله خير ما شاء الله. الله يحفظك، نسلموا عليك الله يحفظك، بارك الله فيك، ربي يهنيك ويبارك فيك ان شاء الله. امين الله يحفظك، امين. نسال الله يتوب علينا جميعا يا رب. السؤال الثاني من المحاضرة اللي ذكرناها اليوم، اذكر 3 عوائق تمنعك من اغتنام رمضان. اذكروا لنا 3 عوائق، 3 حوايج يمنعوا الإنسان من الاستفادة من رمضان. هذا ونهضرناها ستي، ها هو اللي يعين. بصح اختصرها مليح. بارك الله فيك، اروح تفضل. وكاميرا خفيه. بالك هاد الهديه اللي احنا نعطوها لك كاميرا خفيه. ربي يحفظك ما شاء الله، بارك الله فيك، ربي يحفظك، الله يجمعنا واياكم في الفردوس الاعلى. بارك الله فيك، تفضل، الله يحفظك، بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير. آمين. هذه الكلمة الطيبة نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. الآن تفضل عن الوقت قدمنا هدية الشيخ. الله يحفظك إن شاء الله. وراها عميد. ايه ما شاء الله، الله يحفظه ما شاء الله. الله يبارك، الله يبارك ما شاء الله. من اهل المسجد ما شاء الله. الله يبارك ما شاء الله. ربي يحفظك، بارك الله فيك، وربي يجازيك خير ان شاء الله. بارك الله فيك وربي يحفظك ما شاء الله. الله يحشرنا معك في الفردوس الاعلى ان شاء الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير. شكرا، بارك الله فيك. امين. نشكركم جميعا والحمد لله الذي يتم به الصالحات. وقلت ما كانت عكش واحد ولا